يا مساء الفل، يا مساء الورد، يا مساء المفاجآت الجميلة. زي ما بقول لكم كده، قاعدة ولا بيا ولا عليا ولقيت المفاجأة اللي انتوا شايفينها دي والجمال ده. يعني هي الصورة بتحكي عن نفسها، بلالين وحاجات، يبقى عيد ميلاد. آه لو أول مرة تشوفوا القناة من خلال الفيديو ده يا بنات، ما تبخلوش عليا باشتراككم فيها عشان تكبر بينا كلنا وبحبايبي وباخواتي. بصوا بقى، الفيديو ده انا كنت مصوره للذكرى على الموبايل بتاعي انا. يعني انا مش ما كنتش هنزله في القناه عشان اكون صريحه معاكم. فقلت لا، انا هقص من الفيديو من القعده اللي كنا قاعدينها حتت كده واجمعها واعملها فيديو، عشان لو حد عايز يستفيد حاجه، او عشان يكون برضو ذكرى، عشان لو اتمسح من على التليفون، وانت عارفين ممكن يتمسح في اي لحظه، فاهميني؟ بس عايزه اقول لكم ان دي كانت مفاجأة، وكانت احلى مفاجأة بالنسبة لي، لان ولادي اتبسطوا بيها بصراحة. ربنا يبسطك يا حبيبة قلبي، انا عارفة انك هتسمعي الفيديو. اذا ما اذا ما بسطتيني، زي ما بسطتيني وبسطت الولاد. ده كان يوم عيد ميلاد ابني الكبير، وهي عارفة ان انا بعمل عيد ميلاد ولادي. ففي اليوم ده انا ما كنتش هعمله بصراحة. هي رنت عليا، هي عارفة لما بقى يبقى في عيد ميلاد هي بتبقى عارفة كل حاجة. ف... فطالما انا ما جبت سيره عيد الميلاد معاها، يبقى هي فهمت ان ما فيش عيد ميلاد. ف... فجت كلمتني: انت خارجه النهارده؟ قلت لها لا مش خارجه، في حاجه خير؟ قالت لي لا، ده انا بسال بس، وعاملين ايه وكده. ولقيت المنظر اللي انتوا شايفين اللي انتوا شايفينه ده. والله ابني كان في الدرس وانا كنت مشغله الغساله كمان بغسل، ولقيت المفاجاه الحلوه دي. قلت لها طب تعالي بقى، قومي افتحي النيش، هاتي منه كام طبق، هاتي منه الحاجات دي. وجابت ولادها وجوزها. دي بنتي واختي وحبيبتي. دي بنتي اللي ما خلفتهاش، حرفيا كده، دي اختي يا بنات. ربنا يخليكي ليا وما تحرمش منك ابدا، ويسعدك ويبسطك يا حبيبة قلبي. عايزه اقول لكم كمان انها جابت ماما معاها. انا ممكن اكون مش مرتبه الكلام او مش عارفه اقول ايه، لان هو الفيديو كنت انا عامله للذكرى. ومش هنزله على القناه، بس انا نزلته عشان لو حد حب يجبر بخاطر حد. واقول لكم كمان من خلال الفيديو ده، اتمسكوا قوي بالناس اللي بتخاف على زعلكم، مسكوا قوي بالناس اللي بتحاول تجبر بخاطركم. بس لان الدنيا بصراحة ما عادش فيها حد، فاللي يحاول مش عشان تورتايه ومش عشان عيد ميلاد، لا، بس انتوا بتبقوا عارفين كويس من الناس الكويسة ومن الناس اللي بتحبكم من قلبها وكده، فتمسكوا بهم قوي لانهم ما بيتعوضوش. في الزمن اللي احنا فيه ده ما بيتعوضوش. حاجة بسيطة بالنسبة لكم ممكن تكون دي حاجة بسيطة بالنسبة لكم، بس الحاجة دي كبيرة بالنسبة لي. إلى اللقاء، فيديو جديد إن شاء الله.